أعزائي المتابعين، رجعت لكم فيديو جديد. فيديونا لهذا اليوم راح يكون مقبلات. راح نسوي مقبلات بأسهل وأبسط طريقة. المقبلات هاي بس تلقوها بالمطاعم، تكون سريعة. فراح نبلش ونبدي بالحمص بطحينة. حمص بطحينة راح نحتاج إلى حمص مسلوق والقليل من ماء الحمص، وبعدين أطحنها بطاحونة ومحضرة الطعام. هنا بدلت الصحن لأن هذاك الصحن كان راح يسوي هوسة. وهنا بديت إنه يعني بمحضرة الطعام راح أهرسها مثل ما تشوفون. هسه راح أضيف عليها ثومة وحدة وراح أهرس همين لحد ما أحس إنه الثوم يعني انطحن كامل. راح نجيب طحينية، هاي كلش يعني طحينية زينة اسمها راشي القرية، ما تتكتل مثل غير يعني طحين. عندنا طحينية تكون مو كلش زينة، هاي تكون زينة. راح أجيب ملعقتين من اللبن وشوية ملح، وهذه معلقة وشوية، انتو حسب الرغبة الليمون، بس هي معلقة طعام راح تخلون ليمون. وراح نطحنهم ويا بعض لحد ما يصبح عندي العجين ما بي أي تكتلات من الحمص أو الثوم. راح أتأكد أحطهم كل زين وأخليهم بالثلاجة. شلون صار؟ شوفوا هذا القوام مالته. راح أخليه بالثلاجة ما بين أسوي المقبلات الباقية. السلطة الثانية وهي الزيتونية، راح نحتاج إلى زيتون مقطع إلى حلقات. طبعا تقدروا موجود قواط يبيعون منه. وأني مسوية جزر وخيار وطماطة ونعناع وفليفلة خضرة. راح أخلط كل المكونات مع بعض، وراح أخلي عليهم شوية ملح ودبس الرمان وملعقة كاتشب. أنا اليوم حبيت أخليها كاتشب الموجود عندنا التاكوز، فراح أخلي لها كاتشب مال التاكوز على مود يعطيها طعم شوية به حرارة. إذا حبيتوا تخلوا لها فلفل بدون هذه، يعني بس كاتشب وفلفل. أنا خليت هذه هي كاتشب وهي فلفل وشوية من الملح، وراح أخلطهم كل زين ويا بعض وأخليهم بالثلج. هسه نبدي مع سلطة الدجاج بالجوز. أني غليت صدر دجاج واحد مثل ما تشوفون بالكاري والماجي وهيل، وخليت له ورق خار وغليتهم. وهسه طلعتهم من المي، ودا أقطعهم إلى قطع صغيرة مثل ما تشوفون. وبعدين راح أبدي بالمكونات بعد ما أخلص تقطيعهم بالكامل. وهنا أنا بعد ما قطعتهم شوفوا شلون صار شكلهم. هسه راح أجيب طاسة، وهنا عندي الجوز والمايونيز، وأجيب طاسة كبيرة أخلي بيها الدجاج، وأخلي الجوز، راح أخلي المايونيز معلقتين مايونيز، 4 معالق راح أخليه المرة، 4 معالق مايونيز على مود طعم الدجاج يصير طيب بالمايونيز. وراح أخلطهم سوا. وهذه هي سلطتنا للدجاج، دجاج بالجوز، كلش سهلة وبسيطة وتعطي طعم كلش طيب. جربوها وما راح تندمون. هسه راح أفرغها بصحن وأخليها بالثلاجة ما بين ما أخلص السلطات أو المقبلات الأخرى. هنا راح نبدي بسلطة البطاطا والجزر.
هنا أنا غليت بطاطتين ويا جزرة وحدة، غليتهم بمي وملح بس. راح أجيب لبن، معلقتين لبن ومعلقتين مايونيز، وشوية ملح، هي بيها ملح يعني أنا مخلية ملح بالغلي، بس شوية ملح مو هواية يعني رشة ملح. هسه راح أخلطهم كل زين ويا بعض، وبعدين أضيف فوقاهم البطاطا والجزر وأخلطهم كل زين، وصارت سلطتنا جاهزة. راح أخليها بالصحن وأخليها بالثلاجة ما بين أسوي آخر نوع من المقبلات اللي هو الشوندرية، بشوندر راح نسويها اليوم. كونوا معنا. هسه هنا نجيب السلطة الأخيرة اللي هي الشوندرية. جبت 2 شوندر، قشرتهم وقطعتهم بهالشكل وخليتهم يغلون بمي وملح على النار. بعد ما استووا صفيتهم مثل ما تشوفون بالصورة، وجبت معلقتين لبن ومعلقتين مايونيز، وراح أخليهم فوقاتهم مثل ما تشوفون، وراح أقلبهم ويا بعض، وراح أجيب رمان همينة وأخليه وياها على مود طعمها يصير كلش طيب، يعني طعم الرمان ويا طعم الشوندر يطلع كلش طيب. وراح أخلطهم كل زين مثل ما تشوفون. ألف عافية إذا جربتوها وحبيتوها، لا تنسوني بلايك واشتراك، وشكرا لكم ولمتابعتكم، مع ألف سلامة.